البي اس 5 على الار او جي الاي تجربه ممتازه، بالاخص كمان انك تقدر تشغله على اقل واتج موجود على الجهاز، وممكن توصل لمده لعب ب3 ساعات متواصله، والكنترولز اللي فيه طبيعيه جدا وتقدر تستخدمها كانك على البلاي ستيشن. اهلا بيكم. في الوقت اللي اعلنت فيه شركة سوني عن البلاي ستيشن بورتال كنا كلنا متحمسين جدا، بس لما عرفنا انه بس هيكون ريموت بلاي ديفايس كان الموضوع محبط شويه، لان توقعت ان هم هيعملوا اصدار جديد من الهاند هيلد كونسولز زي البي اس فيتا اللي هو يعتبر الجهاز المفضل بالنسبه لي. بس في الفيديو ده هقول لك الطريقه اللي تشغل بيها كل العاب البلاي ستيشن 5 على ار او جي الاي عشان ما تضطرش تشتريه، وكمان التجربه عليه ممتازه جدا، والريزولوشن فيه 1080 بي نفس الريزولوشن الموجود في الجهاز الجديد، والفريمز كمان بتوصل ل 60 فريم، ويمكن ده معروف شويه على البرنامج نفسه اللي على ريموت بلاي اللي احنا نقدر نستخدمه على اي موبايل، ولكن التجربه على ار او جي الاي مختلفه بالكامل لان الاستخدام سهل جدا وتقدر ان انت تجربها على اي بي سي، مش لازم يكون عندك الار او جي الاي. خلينا نتكلم على الطريقه على طول. اول حاجه هي انك لازم تتاكد ان الار او جي الاي والبلاي ستيشن 5 بتاعك لازم يكون على نفس النتورك، لان احنا هنستخدم هنا الريموت بلاي، والريموت بلاي مش هيشتغل الا اذا كانوا الاثنين في نفس الرينج بالظبط او على نفس الواي فاي. بعد كده هتتاكد انك مفعل الريموت بلاي على البي اس 5 عن طريق انك بتروح للسيتنجز على البي اس 5، وبعد كده تروح على سيستم وتختار ريموت بلاي وتتاكد ان هي فعاله. تاني حاجه هننزل البرنامج على الار او جي الاي، في لينك هسيبه لكم من جيت هاب في الديسكربشن موجود فيه لينك البرنامج، اول ما تدوس عليه هينزل معاك. بعد ما ينزل البرنامج هيكون عندك في ملف مضغوط، فكل اللي انت هتعمله انك هتعمل اكستراكت بس ليه، وهتختار مكان مثلا زي الداونلودز، وبعد كده هتروح على نفس الفولدر وهتفتح التشاك نفسه من غير ما تعمل له سيت اب، وهيظهر معاك بالمنظر ده ولكن بدون الايكون دي. الايكون دي بتاعت البلاي ستيشن بتاعي وهو في وضع السليب دلوقتي، وطبعا عشان تضيف البلاي ستيشن بتاعك لازم يكون شغال في نفس الوقت، وعشان تضيفه بتروح للسيتنجز وبعد كده بتروح لريجستر نيو، وهنا هنحط البي اس ان اكونت، والاي دي هتقدر تطلعه عن طريق اللينك ده، وكمان هسيبه لكم في الديسكربشن. وهنا هتحط اليوزر نيم بتاعك الموجود في البلاي ستيشن نتورك، وهيظهر عندك نتيجتين، وهناخد من هنا بس الانكودد اي دي وهنعمل له بيست هنا بي اس ان اكونت اي دي. اما بالنسبه للبين فهتروح لنفس مكان الريموت بلاي في السيتنجز على البلاي ستيشن 5 وهتعمل لينك ديفايس، وهيظهر لك بين كود مدتها هتكون تقريبا 300 ثانيه، هتقدر ان انت تعمل له بيست هنا، وبعد كده تدوس ريجستر، وبعد كده اقفل البرنامج وافتحه تاني وهتلاقيه موجود عندك هنا. الميزه في البرنامج ده انك تقدر تعمل كستمايز لاي ازرار موجوده للازرار الموجوده في الار او جي الاي، ومن هنا كمان انا بفضل انك تختار الريزولوشن اللي هو 1080 بي. بس في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها، انك لازم تكون مخلي البلاي ستيشن 5 بتاعك على السليب مود. لو عملت له تورن اوف وبعدين فتحت البرنامج ده، البرنامج مش هيقدر يشوفه، فيفضل انك تكون حاطه على السليب مود، وكمان السليب مود مش هياخد كونسامشن كتير من الباور. وزي ما انتم شايفين هنا عامل ديتكت البلاي ستيشن بتاعي، فبمجرد ما انا ادوس عليه هقول له يس، وبالطريقه دي هيفتح البلاي ستيشن ريموتلي، وهتقدر ان انت بعد كده تعمل دبل كليك، وبس عشان تاخد فول سكرين تعمل دبل كليك، وزي ما انتم شايفين شغال معايا بدون اي مشاكل خالص. وكمان من البرنامج نفسه تقدر تعمل سليب للبلاي ستيشن 5 بتاعك، بس تعمل دبل كليك تاني وبعد كده تعمل كلوز هنا، وهنا هيسألك لو انت عايز تعمل سليب للبلاي ستيشن بتاعك وهتدوس يس. بعد كده هيعمل سليب للبلاي ستيشن 5 وهيبقى بالشكل ده. خلونا نعرف في الكومنتس ايه رايكم في الطريقه دي وايه رايكم في التجربه نفسها، ولو عايزين ان انا اعمل ريفيو للبلاي ستيشن بورتال كمان قولوا لي في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.